السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن الفتوة اللي كان في زمن ريا وسكينة، فتوة حي اللبان. سلامة سلبو. فتوة شعب اشتهر بين أبناء منطقته بالجدعنة والشهامة، وما زال اسمه يتردد بين أهالي الإسكندرية حتى نال شهرة بين أبناء جيله. من الفتوات وهو في سن 30 فتوة اللبان. سلامة سلبو أقدم المناطق الشعبية بمحافظة الإسكندرية، وكانت كل منطقة أو حارة في الوقت ده فيها فتوة يلجأ له الأهالي علشان يحميهم من البلطجية وفرض الأتاوة عليهم. في عام 1910 كان يمتلك قهوة بالمنطقة، لدرجة أنه قام بإغلاق قسم شرطة اللبان وطرد الضباط الإنجليز من نقطة الشرطة، وتجمع فتوات المناطق المجاورة لمساندته ضد الضباط الإنجليز لما كانوا عايزين يقبضوا عليه أو يقتلوه. وكمان طرد عبد العال جوز سكينة من القهوة اللي كان بيمتلكها بسبب شغله مع ريا وسكينة. سلبو اسمه أطلق على المعلم سلامة من قبل خواجة إنجليزي من ذوي الأملاك في حي اللبان في فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر، وكان الخواجة يمتلك قطعة أرض مخصصة لجمع الصبارس. الخواجة كان بيشتغل عنده بعض الفقراء من سكان حي اللبان، وقدام الأرض دي كان يقع مطحن البن الخاص بالمعلم سلامة. وكان المعلم سلامة في الوقت ده من أثرياء الإسكندرية، حيث بلغت ثروته في ذلك الوقت 5000 جنيه. وكان يتميز المعلم سلامة بالشهامة والرجولة والأصل الطيب. وفي يوم من الأيام قام الخواجة الإنجليزي بإهانة أحد العاملين عنده من أهالي المنطقة، مما أثار غضب المعلم سلامة، والذي قام بتوبيخ الخواجة وعرض عليه شراء الأرض، وطرد الخواجة من الحي، وذلك لرد كرامة ابن منطقته. فقام الخواجة الإنجليزي بإطلاق لقب سلبو على المعلم سلامة، وهذه الكلمة من الصلابة والرجولة والشهامة حسب تعبير الخواجة في ذلك الوقت، حيث أنه تعجب من الموقف الرجولي الذي قام به المعلم سلامة سلبو لرد كرامة ابن منطقته الفقير. اشتهر سلامة سلبو بعد هذا الموقف بين أهالي حي اللبان بشهامته وكرمه، مما جعل له شعبية كبيرة في صفوف أهالي الحي. تعددت مواقف المعلم سلامة سلبو في محاربة الظلم ورد الحق لأصحابه، حتى توج فتوة اللبان برغبة من كل أهالي الحي، حتى أصبح قاضي بينهم. المعلم سلامة سلبو كان يعيش في المنطقة فتوة وقاضي ومحبوب وسط أهالي اللبان، وكمان له مواقف رجولية أيام الاحتلال الإنجليزي. تم القبض على شاب من أهالي شارع اللبان وحبسه في نقطة شرطة اللبان، فكان شيخ الحارة الموجود في الوقت ده هو المسؤول عن إخراج الشاب من الجسم. ولكن الضابط الإنجليزي الموجود في النقطة رفض إطلاق سراح الشاب، فذهب المعلم سلامة سلبو إلى جسم اللبان، فوجد أن الضابط الإنجليزي جديد في الجسم، فعرفوا بنفسه، فتعالى الضابط عليه، فقام سلبو بمسك الضابط وإخراج الشاب من نقطة الشرطة. بعد كده قام بارتداء البنية الحديدية في إيده، وهجم على جميع الموجودين في النقطة من الضباط الإنجليز، وطردهم وقفل النقطة وجاب كرسي وقعد على الباب ومنع دخول الضباط الإنجليز. وغضبوا منه الضباط الإنجليز وقرروا إنه يقبضوا عليه أو يقتلوه، ونشروا خبر القبض عليه في المدنية. فعرف عدد من الفتوات فجوا عشان يكونوا مع المعلم سلامة، وكان منهم في الوقت ده حميدو الفارس فتوة بحري، وسلامة الغلق فتوة كرموز، وزكي اللبان فتوة غيط العنب. وكان معاهم 300 راجل من رجالهم لمنع دخول الضباط والعساكر الإنجليز للمنطقة. وفي أيام ريا وسكينة قبل ما يتم فتح أمرهم، كانت ريا وسكينة تأتي إلى حارة الزيدي المجاورة بقهوة سلبو، واللي بيسكن قصادها عبد العال جوز سكينة، وكان معاه أخوه عبد النبي. وفي أحد المرات شافهم المعلم سلبو وعبد العال وعبد النبي كانوا قاعدين على القهوة اللي كان بيمتلكها، فقام بطردهم من على القهوة، وقال لهم اللي يقعد على قهوة راجل ما يشتغلش عند ست. رحم الله المعلم سلامة سلبو.